القصب أحلى الديار لي بها أهل ودار، كل من جها ودار قال محلها القصب. تجتمع فيها الجبال مع سهول ومع رمال، جوها جو جميل والهوى فيها عليل، وارضها دايم تسيل للحياة فيها مصب. ملحها ملح الطعام، مرها من الوسام، وتمرها والله تمام لا حشوف ولا خصب. تمرها تشرفونا بحضوركم. النور نوركم. الله يسعد. أهلها أهل الحساب ذكرهم عالي النساب، اجمعوا دين وآداب بخروا يا أهل القصب. القصب تدل وشم حقها حب خشم، ومن يمر فيها يشم ريح مجدك القصب، ومن يمر فيها يشم ريح مجدك القصب. القصب أحلى الديار لي بها أهل ودار، كل من جها ودار قال محلها القصب. تجتمع فيها الجبال
حياكم الله في قصر الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب بن زاحم، والذي كان قاضيا في عدد من مناطق المملكة منها منطقة الرياض، ثم تولى منطقة المدينة المنورة. وقد قام خلال هذه الفترة بتنظيم القضاء وتطويره، وكان قبل ذلك مستشارا وأمينا للملك عبد العزيز فيما يتعلق بالهجر. هنا عندنا أول وثيقة قضائية من الملك عبد العزيز إلى الشيخ بن زاحم تنظم القضاء، وهذه مجموعة من الوثائق التي شارك فيها الشيخ بن زاحم مع الملك عبد العزيز، منها وثيقة ضم حائل، وثيقة ضم مكة المكرمة، وهذه أبرز معارك وأحداث توحيد المملكة، والنجمة الخضراء دلالة على مشاركة الشيخ فيها مثل ضم حائل وحصار جدة. شارك في آخر غزوة من مغازي الملك عبد العزيز اللي هي معركة الدبدبة منطقة حلحة الباطن، وهذه رسالة من الشيخ بن زاحم إلى الملك عبد العزيز يزكي فيها بعض الأمراء وشيوخ القبائل، وهذا بنر توضيحي عن تأسيس الهجر وتوطين البادية. وهذه نبذة مختصرة عن الشيخ بن زاحم وبعض من أعماله، حتى قال جلالة الملك عبد العزيز إن أغلى قاضي عندي هو الشيخ عبد الله بن زاحم. هذا الملك عبد العزيز على جواده مع الشيخ بن زاحم أثناء دخول الحرم المكي، وهذه أثناء توسعة الحرم النبوي، هذا الملك سعود والشيخ بن زاحم، وهذه أثناء دخول أول محطة كهرب للحرم النبوي، الملك سعود والشيخ بن زاحم ومحمد عوض بن لادن. هذه من مهام ومغازي الشيخ بن زاحم. ذكر أن تولى مهمة تقصيد جثمان الملك عبد العزيز، وهذه مجموعة أسئلة فقهية بخط يد الملك عبد العزيز كان يسأل الشيخ بن زاحم فيها، هذه وهذه كانت بخط يد الملك عبد العزيز. طبعا هذا هو قصر الشيخ، سكن في عام 1322. ألف شكر يا عم. الله يجزاك خير، يا مرحبا، حياك الله. آمين، يا أهلا وسهلا.